اوعى الغربة تسرقك. خلي بالك، في ناس ليها 10 سنين و15 و20 سنة كمان في الغربة. لو سألتهم النهاردة لو رجع بيك الزمن لورا هتبعد بعيد عن حضن عيالك، هيقولك لأ. يا إما كنت جبتهم إقامة معايا على طول، يا إما كنت قعدت معاهم في مصر وكنا كلنا وشربنا بأي حاجة وخلاص. خلي بالك في ناس كمان منهم معاها فلوس وأمورها مرتاحة وعندهم بيوت وعربيات والكلام ده كله، بس بيقولك خلاص أنا اتعودت على الغربة وعيالي اتعودوا إن أنا مش موجود وخلاص وبيسلموا. فأنا عايزك من دلوقتي من النهاردة تحاول تظبط أمورك الأسرية أمورك العائلية، تخلي عيالك معاك لأطول فترة ممكنة، سواء هنا أو في مصر، سواء في الغربة أو في مصر. خلي بالك عمرك بتعيشه مرة واحدة بس، هترجع وتندم زي ما الناس دي بتندم. حاول إن عيالك يتربوا قدامك، حاول إن ابنك كمان يكبر قدام عينك، حاول إن بنتك اللي محتاجة حنانك ومحتاجة حبك تتربى كمان قدام عينك. وحاول تقضي أطول فترة ممكنة سواء في الغربة أو في مصر مع عيالك، لأن الأيام دي مش هتتعوض ولا هترجع.